الله وعدنا أن من أدرك ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأنها هي أيضا كفارة لذنبه، وأنها خير أي هي أفضل من عمل إنسان عمره 83 سنة يصوم ويقوم ويقرأ ويتصدق وحياته طاعة. عمره 83 الآن حتى الأعمار ما تبلغ 83. الآن بعد كثرة موت الفجأة وحوادث وجلطات وسكتات حتى 83 ما حد يوصلها الأيام هذه. والموت الأيام هذا في الشباب ترى أكثر من الشيب. ترى الشيبان أطول أعمارهم، الله يطول في عمر أبوي وأمي وأمهاتكم وآبائكم. ترى الشيبان أطول منكم أعمار لأنهم أضبط منكم في الأكل وأكثر منكم في الطاعة وموزونين في العلاجات، وإنه يمشي 240 مكيم وملتفت يناظر اللي جنبه إلى قدام على الجوال أو على الجوال، رفع راسه لين تريله دخل تحتها صلينا عليه جعله في جنات النعيم. أقول نحن لو نؤمن أحبابي أن الله في هذه الليلة إذا قمنا هذه الليلة يعطينا لما زهدنا في الأجر، لكن كما كرمت في ضعف في الإيمان بالله. والله وأقولها بمرارة. إن الذي لا يقوم رمضان، الذي لا يتحرى ليلة القدر، الذي لا يصدق بباب الريان، الذي لا يقوم إيمانا واحتسابا عنده نقص في التوحيد، عنده نقص في معرفة رب العبيد. ولأن الذي أنت الآن لو يطلع مرسوم أو أمر أو قرار من مدير شركة وتعرف أنه الصادق، من فعل كذا أعطينا كذا، تعمل ولا ما تعمل؟ أكيد على طول أنت مغمض. ليه؟ واثق. واثق مديرنا ما عنده كلمتين، كلمة واحدة. صحيح. وإذا قال الابن، ولهذا بعض الآباء بعض الأبناء يكذبونهم. بعض الأبناء يقول أبوه يقول إن شاء الله بودي قال أبوي إن شاء الله يستهبل علي أبوي. هذا الطفل يقول يستهبل علي لأنه متعود على الكذب. صحيح. لذلك نحن إذا تعودنا من أحد الناس عدم الصدق ما نصدقه، وإذا عرفنا الصدق هل هناك أصدق من الله قيلا؟ سبحانه. هل هناك أصدق من الله قيلا؟ هل هناك أوفى بعهده من الله؟ الله وعدك وعاهدك وأعطاك، مع أنه يعطيك منة وكرما وفضلا وليس استحقاقا لي ولا لك. والله لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. يعدنا ليغفر لنا ونحن في السوق وفي الكافي ونشتري حلوى العيد ومشغولين بجزم وفنايل وثياب وتيشيرتات وفساتين ومساكين، ولا يوجد فرحة إلا للطائع. ولذلك أختم فأقول أحبابي هذه الليلة لا علاج لها، سواء كانت هي الليلة هذه أو الليلة القادمة أو الليلة 29، لأن قد تكون في هذه، لكن هذه الليلة 27 هي من أحرى الليالي، من أحرى الليالي. وإذا قلنا من أحرى الليالي يعني ينبغي أن تزداد فيها اجتهادا، ما يعني ذلك أنك تجتهد وتنوم الباقي. وش نعمل؟ ممتاز. العمل في هذه الليالي أجمل عمل أن تتفرغ عن الخلق لتخلو بالحق بالخالق جل وعلا أولا. ولذلك أحبابي يعني الآن صلي صلاة العشاء في جماعة. لا تطلع من المسجد، لا تطلع من المسجد. خذ معك قهوتك، خذ معك الشاي، خذ معك فطائر. ما عندك مشكلة يا أخي. للرجال والنساء، للرجال والنساء. يا أخي خذ الحالي والمالح والجمال اللي عنده، خذ فواكه. من قال لك لا تاكل؟ لأن بعض الناس يجيه إبليس يقول له وين رايح؟ النعمة هنا. طيب انقل النعمة معك للمسجد يا شيخ. الأمور تسهيل، الأمور تسهيل. واجلس على عمود وحط قدامك اللي تحط واجلس يا أخي. مرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة، مرنا اللهم إنك عفو تحب العفو. تأخذ مصحف تقرأ لك وجهين، تردد قل هو الله أحد 20-30 مرة، تقرأ الفاتحة، تشرب لك فنجال وترجع، تشرب فنجال، تستغفر. بس طف الجوال، الله يرحم والديك، طف الجوال. لأن بعضهم معتكف مع الواتس وتلقى الناس يقرونه ويكركر يضحك. بسم الله عليك، عسى ما شر جاته نكتة الله يجزاه خير. لا ويرسلوا أنا من معتكف يدعو لكم. لا وأخوانك من معتكفي. نعم نسأل الله الإخلاص. لاحظ الإخلاص اللي ما هو بيوم ولا جنب الإخلاص. من معتكفي أرسلوا للمسلمين مثل أرسلوا أني عفوت عنهم. الله يعفو عنك أنت ولا هم سالمين من شرك. إخلاص مضروب هنا. ولذلك الإخلاص ما هو بجيد. ولذلك نقول أغلق الجوال. يا أخوان أتعبنا جوال وأتعبنا، أنا ما معي جوال من فضل الله. ما يا أخي أتعبك الجوال ليه؟ لأنك تتصل بالمخلوقين، اتصل بالخالق. ثانيا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رددوها في هذه الليلة عددا لا حد له. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وصية محمد عليه الصلاة والسلام لأحب امرأة إليه عائشة أمي وأمك رضي الله عنها. وبعد تراها أمي بعد
ولذلك تجد أنه قال ماذا قال إذا قالت يا رسول الله أرأيت لو أني أدركت أو رأيت هذه الليلة قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذه وصية محمد بن عبد الله. تصور لو تقولها من قلب صادق وتنزل الرحمة وينزل الملائكة وينزل جبريل ورب العالمين يباهي بأهل الأرض وينزل رحماته ويفرق في هذه الليلة كل أمر وينزل الخير وينزل الشر، ثم أنت كنت ممن قال إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ألا يفرغ عليك عفوا يغفر لك ما سلف من ذنوبك. شرحها يا شيخ. اللهم إنك عفو. عفو يعني أن من صفاتك أنك تعفو تستر العبد إذا أذنب، ثم تغفر أي تستره. المغفرة من الغفران يعني من المغفر الذي يوضع على الرأس. تغفره يعني يا ربي سترت ثم غفرت فأطلبك بعد الستر والغفران عفوا أي أن تبيحني من كل كبيرة أو صغيرة فعلتها. لماذا يا ربي؟ لأنك تحب العفو. ولاحظ مدح الله يمدح الله أن تحب العفو. يا رب فاعف عني. واحد يسأل الله بهذا الدعاء وهو العفو وهو العظيم وهو الغفور وهو الرحيم وهو المنان وهو رب العالمين، ألا يغفر له؟ بلى. ومن ظن أن الله لا يغفر لعبد فقد ظن بالله ظن السوء. الله غفور. وأقسم بجلال الله يا مذنبين وأنا أولكم أنه لا يوجد ذنب على وجه الأرض مهما بلغ إلا وعفوه أعظم منه. أعظم منه. الله دعا المنافقين للعفو والمشركين إلى التوبة، ودعا من قتل ومن زنى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يعني مشركين، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قتله، ولا يزنون زنات، ومن يفعل ذلك يعني الشرك والزنا والقتل فسوف يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقف هنا. يعني ربي الآن أخبر أن القاتل والزاني القاتل والزاني والمشرك هؤلاء أصحاب الرب الكبائر الموبقات، هؤلاء يلقون أثاما يوم القيامة. لكن إن تابوا ما يغفر لهم. الله لا يغفر إذا تاب العبد. الله ما يغفر له لكنه يغفر ويبدل الذنب حسنا. الله أكبر. لأنه عفو كريم. يا الله. أوسع من هذا الباب ماذا تريد؟ الله ما يعفو عنك فقط، لا، يكون ذنوبك اللي أذنبتها سبب لدخولك الجنة. يعني لو قلنا مثلا 10 مليون سيئة وإثم تبدل هذه كلها إلى حسنات. لو أن الله لم يبدلها عفاها ألا يكون هذا كرما؟ بلى والله كرم. لكن يبدل 10 مليون ذنب يجعلها 10 مليون حسنة، ثم تكون الذنوب بعد صارت حسنات هي التي تدخلك الجنان. الله أكبر. يا أحبابي مساهمة والله يا أخي. ما أدري الليلة هذه اللي ضيعها هذا ما أدري نقرأ عليه ولا نربطه ولا ماذا نقول فيه. ضيع نفسه. وترى الليلة هذه ما تضيعها أحبابي تضيع للعمر. هذه الليلة إذا ضاعت ضاع عمرك. لأنك تضيع 83 سنة بل أكثر بل خير. يعني بعضنا أحمارنا أصفار. يعني يا أحبابي بعد 100 سنة أحد موجود من المشاهدين؟ بعد 60 سنة أنا متأكد والعلم عند الله من 60 سنة ما أحد موجود، لأن اللي عمره أعمار أمتي 60 إلى 70 يعني حتى الموجود ما يدري أنه موجود. حتى لو نقول أنت محمد قال لا معك صالح ما يدري هو أنا فيه. رد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. لذلك أحبابي ما هو مشكلة نموت ولا نحيا، هذا صحيح أن الموت مصيبة، لكن القضية هل أنت تحب لقاء الله بعد الموت؟ فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ثم القضية هل عمرك هذا اللي أعطاك رب العالمين أنت تستعمله في طاعته أم لا؟ اللهم استعملنا في طاعته. اللهم. إذا علم الإنسان أن بقاءه في الدنيا فرصة وأن هذه الليلة لا تعود عليه في كل عام إلا إذا كان حيا، ينبغي أول عمل وأنا أردده دائما، أول عمل أخرج من قلبك كل مرض يمنع رفع العمل. الأمراض يا من انشغلتم بالقيام والصيام ولا زالت القلوب فيها آثام وفيها ذنوب أخرجوها. الثاني التوبة النصوح، أن يكون الإنسان تائب توبة نصوح. ترى أحبابي التوبة النصوح هي أن تقلع وأن تعزم وأن تكون مخلصا وأن تندم وأن ترد المظالم. هذه شروط التوبة الخمسة. أما من كان يقول تبت وهو في جواله
اللي في جيبه معاصي وذنوب وصور، لو أنها فضح، لو أنها نشرت للخلق لفضحوه. فكيف يكون؟ فالتوبة النصوح أيها الأبناء أيها البنات أيها المؤمنون. نعم. الثالث أيها الأحباب في هذه الدعاء، وهذا الدعاء هو خير الدعاء، لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه في هذه الليلة تتنزل الملائكة من كثرة الخير الذي ينزل. الدعاء ومن أجمل الدعاء الاستغفار، وليقدك في ذلك الاعتراف بالذنب، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، اللهم إنك عفو تحب العفو، اللهم الدعاء بأجمله. والدعاء أيضا الدعاء للمسلمين، منها جميل أيها الأحباب أن نستقبل هذه الليلة بصدقات لعلها أن توجب لنا الرحمات. الله أكبر. ما أجمل الإنسان أن يقدم بين يدي هذه الطاعة طاعة لعل الله أن يغفر له وأن يستره. الله رحمن رحيم جواد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان، لأنه عاش مع القرآن وعاش مع روح الصيام. أنت إذا تصدقت في هذه الأيام خاصة، هذه الأيام خاصة، كأنك تقول يا ربي اجعلها كفارة، يا ربي إني أدفع هذا المبلغ لأطفئ غضبك، إن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء. هذه الصدقة أحبابي، والصدقة لها أمر عجيب في هذه الأيام خاصة، لأن المتصدق يعرف الله، المتصدق يرجو نوال الله، المتصدق واثق في عطاء الله. الله أكبر. واثق. تصدق إن بعضنا غير واثق يخشى أنه يعطي فلا يرد عليه. مع أن الله يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قيل أن الحسنى لا إله إلا الله، وقيل أن الحسنى هي الخلف. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولذلك أحبابي يوجد قبل باب الريان باب، تدرون ما اسمه؟ ولذلك عندما قال صلى الله عليه وسلم من كان من باب الجهاد، من كان من باب الصلاة، قال ومن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. والحديث صحيح. تصور أيها المؤمن إذا أنت تتقرب إلى الله زلفى في رمضان خاصة بصدقة حتى يناديك ربك مع باب الريان ومع باب الصدقة. والمال ماله يا الله. المال ماله. أحبابي المال ماله، وهنا قمة الحياء. العبد ينكسر. يعني المال اللي عندي ما هو بلي، واللي أعطانيه يقول عطنيه وأنا أرفض. يا أخي هل هناك بعد ذلك يعني هل عند الإنسان عذر؟ ألا يقال لأنه قل حياؤه مع مولاه أن الذي أعطاه يستقرضه، الذي أعطاه يستقرضه ثم هو لا يقرضه، مع أنه وعده إن أقرضه أن يخلفه. الله أكبر. فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. أحبابي والله إن تجارنا، كثير من التجار، سمعت أحد التجار من أصحاب الملايين يقول والله يا شيخ إني أستحي من الله أعطي مبلغ كبير في ظني فيضاعفه الله لي قبل الحول 3-4 أضعاف. لا إله إلا الله. يقول والله قصها عني، والله يا شيخ أني كنت أخاف أن المبلغ ينقص السيولة، يضعف السيولة عندي، ينقص الحساب، يمكن يجيني مشروع، يمكن أحتاج أن أشتري، ولكن إذا أغلقت على الشيطان يعدكم الفقر. ولذلك أغلقت على الشيطان النوافذ. أقسم بالله أني أتصدق لأغتني. الله أكبر. أحبابي أنا أقول أخرجوا حتى تغتنوا. يا الله. أنا أقول أعط 200 و300 وال1000 وال10,000 اللي عندك هذه أعطيها ربك بيقين. بيقين، مو بتجربة. لأن بعضهم يقول بنعطي بنشوف، رفع الجوال، نزل شيء، باعوا شيء. لا تعطي الله على التجربة ولا على المقايضة، أعطيه على اليقين والثقة. الله ما يجرب في مثل هذا. نعم، الله هو أصدق القائلين. ثم يا أخي من قلة الحياء، يا أخي أنا أبوي الله يطول في عمره على الطاعة، وآبائكم وأمي وأمهاتكم، لو يعطيني وهو أعطاني كلش، لو يعطيني يقول لي هذا البشت هذا لي أنا أبوك، روح الحلقة وإذا رجعت رجعه لي. طيب إذا رجعت وقال وين البشت يا سعد، أزعل على أبوي. لا. هذا بشته يا أخي. صحيح. هذا له، هذا قلب، ما لي شيء. ولذلك لله المثل الأعلى. فهل الإنسان إذا أعطاه ربه شيئا ووهبه شيئا وأفاض عليه ليبتليه بالمال يطلب منه أن يرد بعضه؟ يا أخي مو بكله.
أبو بكر ما وصلنا إيمان أبو بكر أخرج المال كله. نعم. وعثمان جهز جيش العشرة، وعبد الرحمن بن عوف اشترى البئر، وعمر رضي الله عنه أتى بشطر ماله. هؤلاء يعني نحن لا أتكلم عن هذا المستوى من الإيمان عال أن أقول أخرج من مالك لله، الله يرزقنا اليقين حتى نخرج من أموالنا يقينا. هل افتقر عمر؟ هل افتقر أبو بكر؟ هل افتقر عثمان وقد ب1000 ناقة بأحلاسها وأقتابها واللي عليها؟ هل افتقر؟ زاد. الله أكبر. ولذلك أحبابي أعلى مساهمة في الحياة أن تساهم للغنى. الآن التجار يقولون ساهم في الأراضي وساهم في الأسهم ويقصد سيارات واللي يقصد أسهم واللي يقصد صابون تايد واللي يقصد يبون الغنى. أقسم بالله أن أكبر باب للغنى أن تقرض الله المال الذي عندك فيضاعفه لك أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط.